السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البسبوسه المكرمله بطريقه سهله جدا وبسيطه ومقادير مظبوطه بالملي. وفي نهايه الفيديو ان شاء الله هقول لكم الكميه دي طلعت معايا وزن قد ايه، علشان خاطر اللي حابب يعمل كميه كبيره ويقدر ان هو يطلع من الصاج اللي هو المستطيل دي من غير ما تهدري ولا قطعه من البسبوسه. تابعوا الفيديو عشان تستفادوا منه. تعالوا بينا بقى نشوف البسبوسه الجميله دي عملناها ازاي. اول حاجة عندي في طاسة هبتدي ان انا احط 330 جرام من السكر، يعني كوباية ونص وزيادة عليهم 2 معلقة كبيرة. السكر هنا خشن عادي حبيبات. بعد كده هضيف عليهم ربع كوباية من المية. هضيف عليهم كمان 150 جرام من عسل الجلوكوز، يعني 3 معالق كبار مليانين. وايه البديل لعسل الجلوكوز؟ لو مش موجود عندك بتحطي 4 معالق كبار من عسل النحل. بس للأمانة عسل الجلوكوز بيظبط معاكي قوام البسبوسة وبيخليها زي بتاعة المحلات بالظبط. رفعت الكراميل على نار متوسطة وهبتدي أول ما الاقيه بيغلي من الجوانب هقلبه بالسباتولا. خد بالنا علشان ما يتحرقش ويغير معانا طعم البسبوسة. ببتدي ان انا اقلب كده كويس. اول ما الاقيه بياخد معايا لون ذهبي كده، الخطوة دي بهدي النار خالص مع التقليب. واول ما ياخد معايا درجة الذهبي اللي انتوا شايفينها كده، هحط عندي ربع كيلو من السمنة. وهبتدي ان انا اقلب كده بالراحة. هتلاقوا خليط السمنة ده ابتدى ان هو يطلع معايا على وش الكراميل كده، مفيش اي مشكلة خالص، بنقلبه. وبعد كده ببتدي ان انا اضيف كوباية تكون سخنة من اللبن ننزل حبة بحبة مع التقليب. لو لقيته الكراميل كلكع معاكم مفيش اي مشكلة، بنفضل نقلب فيه. بعد ما السكر يبتدي يدوب بتاخدي الخليط ده تضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط لحد ما يبقى قوامه كريمي كده زي ما هتشوفوا. وده كده قوام الكراميل اللي بيبقى جاهز معايا. هبتدي ان انا افضيه عندي في طبق، واهم حاجه بنصفيه كويس عشان لو في قطعه كده من السكر. بسيب بقى الكراميل ده علشان يبرد شويه، يعني احنا عايزين يكون دافي مش سخن. وبعد كده هجهز الخطوه اللي بعد كده. عندي هنا 750 جرام من سميد البسبوسه، ده سميد خام معلهوش اي اضافات. هحط عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند. افضل ان جوز الهند يكون ناعم. قلبته كده في السميد وهبتدي بعد كده ان انا اركنهم على جنب. وهجيب الصينيه بتاعتي مقاسها 30 في 40. حطيت فيها معلقه من السمنه ومعلقه كبيره من الطحينه، بتفرق جدا في طعم البسبوسه. هبتدي كده بالفرشه ان انا ادهن كل حته في الصينيه دي مقاسها 30 في 40. باختبر كده الكراميل، انا مش عايزاه يكون سخن، يكون دافي. لان لو سخن هيعضم معاكي البسبوسه وهينشفها. هبتدي ان انا اقلب السميد. احنا مش هنعجن خالص البسبوسه علشان ما تنشفش وتعضم معاكي، بس يا دوب بندخل المكونات مع بعضها. السميد البسبوسه مش بنضيف عليه ولا بيكنج باودر ولا اي مواد رفع. انت لو عامله البسبوسه صح هتبتدي ان هي تنفش معاكي في الفرن، وحجمها كمان يبتدي ان هو يزيد. هاخد خليط البسبوسه ده وهبتدي على طول ان انا احطه في الصينيه. وبالسباتولا كده هبتدي ان انا اساوي الوش علشان تكون ناعمه من فوق، والقطع كلها تكون قد بعضها. بتبلي ايديكي كده بسيط من الميه وبتبتدي ان انت تساوي وش البسبوسه. وبعد كده هبتدي ان انا احط عليها المكسرات، اي مكسرات عندك. هبتدي ان انا ارصها كده بالشكل ده. هعملها كلها باللوز، هيبقى بس 3/4 الصاج والربع التاني هسيبه ساده. الفرن شغال على درجة حرارة 220. البسبوسة بتبقى عايزة نار تكون عالية في الأول، وبعد كده بتوطي درجة الحرارة. يعني في الأول بتدخليها على 220، وبعد كده بتبتدي ان انت توطي درجة الحرارة على 180 علشان تاخد معاكي لون حلو كده من فوق. بالقطاعة كده بحدد حجم قطعة البسبوسة. ادخل بقى كده البسبوسة الفرن. وبعد كده هبتدي ان انا اجهز السيرب. عندي هنا كوبايتين وربع من السكر. حط عليهم 3 كوبايات كبار من المية. هحط عليهم كمان نص ليمونة وهرفعهم على النار. شربات البسبوسة بيبقى خفيف وسخن. هنا الشربات جاهز يا دوبك بس غلوتين، وببتدي ان انا اقفل النار. وبعد كده هحط عليه ظرف من الفانيليا. كده الشربات بقى جاهز. البسبوسة عندي سخنة طالعة من الفرن والشربات عندي سخن مولع. هبتدي ان انا اضيف كده الشربات. طول ما هي بتشرب معايا الشربات اللي انا بحطه ببتدي ان انا اسقي تاني. اقول لكم دلوقتي ازاي نعرف ان البسبوسة خلاص استكفت معانا كمية الشربات. بصوا كل ما بحط كمية الشربات بتبتدي ان هي تشربه.
البسبوسة خدت الكمية كلها إلا ربع كوباية. باعرف إزاي إن هي كده استكفت وما احطش تاني، بابتدي إن أنا أحط صباعي كده بالاقي إن السيرب بيبتدي يخرج معايا من الجناب أو يبان كده حوالين صباعي، فكده خلاص البسبوسة استكفت من كمية الشربات. بس نسيب البسبوسة تبرد وبعد كده بنبتدي إن احنا نقطعها. أنا هنا سِبت البسبوسة يوم كامل، يعني عملتها قبلها بيوم بالليل وتاني يوم بالليل ابتديت إن أنا أقطّعها، وده كده كان شكلها. الكمية دي طلّعت معايا 2 كيلو 350 جرام من البسبوسة. لو هتطلّعيها في علب مشكّلة ممكن تعملي معاها كنافة، ممكن تعملي معاها رموش الست، ممكن تعملي معاها أي حاجة أو تطلّعيها كده لوحدها بالكيلو. طلّعت معايا الكمية اللي أنا قُلت لكم عليها. بُصّوا البسبوسة من تحت واخدة لون حلو جدًا وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. انا كده خلاص خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم مطبخ بسمة جمال. ولو ليكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.